السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحه جيده. مرحبا بكم في قناه بيت حنونه ووصفه اخرى من وصفات هذه القناه. كما راكم تشوفوا في الصوره، اليوم وصفتنا وصفه تحليه يعني بزاف شابه وبنينه وسهله ايضا في نوعا ما، تشبه نوعا ما التشيز كيك، ولكن هاد الوصفه ما تطيبش. اذا كما راكم تشوفوا فيها الشوكولا، فيها البنان، وفيها دي بسكويت. لهاد الوصفه لازم لنا اول حاجه تكون متوفر عندنا وهما لي بسكوي وبور، يعني هذوك لي بسكوي نتاع لي بتي كاري ولا لي رون، حاجه اللي متوفره عندكم. اول حاجه لازمنا نطحنوا هاد لي بسكوي، نطحنوهم يعني ماشي حتى نلحوهم مليح ولا ندشوهم شويه، يعني كيما نديروا الوصفه نتاع لي تشيز كيك. دونك من بعد غادي نجيبو ان سالادي ولا معون اللي غادي نحطوه فيه هاد لي بسكوي نتاعنا. واول حاجه نضيفوا لها ملعقه كبيره من الكاكاو المر، يعني ضروري تكون مر ما يكونش حلو. ومن بعد غادي نخلطوا المكونات نتاعنا هذا يعني البسكوي مع الكاكاو، نخلطوهم مليح قبل ما نضيفوا له الزبده. ومن بعد غادي نجيبوا الزبده الدائبه ونضيفوها للخليط نتاعنا. هنا كميه الزبده على حسب كميه البسكوي اللي عندنا، يعني على حسب المول ايضا اللي غادي تستخدميه ولا تستعمليه لهاد التحليه. هاد المرحله جد مهمه، لازم بيديك تبسيه مليح وتشوفيه، يعني تشوفي فريمون الى الزبده دخلت مليح في البسكوي نتاعك. كي تشوفيها تحكمي امتى تبول بيديك وتعرفي بلي يعني شدت روحها، تعرفي بلي خلاص ما تزيديش يعني تضيفي الزبده. ومن بعد نحطوه في المول تاعنا، هنا مول 20 سنتيمتر. ومن بعد بالكاس ولا باي حاجه واحده اخرى نحاولوا ان يعني نكرازيوه مليح باش يشد لا فورم تاعه. نخلوه على جنب. من بعد نروح نديروا الكريمه تاعنا. هنايا في كاسرونه درت 500 مليلتر من الحليب البارد، ما يعادل نص لتر تاع الحليب. ضفت لها واحد ساشي، ضفت لها واحد ساشي نتاع الفلون والشوكولا. ضفت لها ايضا ملعقتين من الكاكاو. من الاحسن انكم يعني تصفوهم مليح، يعني تغربلوه الكاكاو تاعك باش ما يجيش هذوك الحبيبات. ومن بعد ملعقه من النشا وثلاث ملاعق من السكر. تقدروا ديروا ملعقتين يعني على حسب الحلاوه اللي نتوما راكم باغيين في لي غاتو تاعكم، ولكن هاد الوصفه يعني كافيه، ما تجي لا حلوه بزاف ولا صامته، تجي يعني جوست كيلفو. ومن بعد هاد المكونات كاع غادي نخلطوهم حتى كي يتخلطوا لنا مليح المكونات، عاد نحطوهم فوق النار. دونك من بعد كي نحطوهم فوق النار نبقاو نخلطوا مليح مع يعني الخلط المستمر. ما لازمش تحبسوا من الخلط لانه راح يلصق لكم من تحت. من بعد الغليان نحسبوا دقيقه ولا جوج، ومن بعد نوخروها على النار ونضيفوا لها 200 غرام من الشوكولا بالحليب. ومن بعد غادي نخلطو مليح. ومن بعد حتى اللي يذوب لنا الشوكولا تاعنا نروحوا للمول تاعنا اللي كنا من قبل وجدناه. وهنايا نحطوا شرائح البنان يعني شرائح الموز، الكميه على حسبكم. هنايا درت انايا كاع حطيت لي بنان، خدات لي بنانه واحده يعني من بنان واحده ماشي بزاف. ومن بعد نحطوا الخليط نتاعنا نتاع الشوكولا اللي وجدناه من قبل، معليش يكون سخون سي با ميشون. ومن بعد نخلوه في الثلاجه لمده ساعتين على الاقل باش يشد روحه. ومن بعد يشد روحه، ولكن من الاحسن تخلوه ليله كامله ولا تخدموه الصباح وقدموه في السهريه. ومن بعد كي نخرجوه كما راك تشوفوا نزينوه. التزيين اختياري، كل واحد وعلى حسب التزيين تاعه. حنا زينته بدي غاندال دو يعني شرائح البنان او الموز. ومن بعد حطيت شويه قليل من البرميسل الشوكولا من الفوق. يعني التزيين كما قلت لكم اختياري، كل واحد وعلى حسب يعني الذوق نتاعه. هذا هو كان الذوق نتاعي انايا. درت شرائح من الفوق ومن بعد زدت لهم دي فيرميسيل نتاع الشوكولا بالحليب. كانت هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله انها تعجبكم. غادي نوريكم بعد حين كيفاش غادي نقسموها، وغادي يعني تشوفوا القوام تاعها من الداخل. انا صراحه هذه الوصفه الاولاد نتاعي يهبلوا عليها، كل ما نديرها لهم يعني يفرحوا بزاف. ماذا بكم نتوما ثاني يعني تجربوها لولادكم وتقولوها لي في التعليقات ان شاء الله في صندوق الوصف. كاش استفسارات ولا اي حاجه حبيتوا تعرفوها على ميزون حنونه وعلى الوصفات اللي نقدموها ان شاء الله، ماذا بكم يعني في تعليقات تطرحوا لي الاسئله نتاعكم، راني نجاوب كل وحده نجاوبها يعني على الاسئله نتاعها. واللي حبت تكون شويه بلوز افونسي على في الوصفات يعني متواجده على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستغرام بنفس الاسم ميزون حنونه. يعني عاده ما نكون افونسيا شويه في الوصفات على اليوتيوب.
دونك كانت هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. خليتكم في امان الله، والى الملتقى ان شاء الله في وصفه اخرى من وصفات ميزون حنونه.